هنعرف مع بعض الناون في الانجليش. الاسم في الانجليزي بيتقسم لاربع حاجات. الناونز الاسماء في الانجليش متقسمه لايه؟ لاربع حاجات. person, thing, place, animal. person, thing, place, animal. يعني ايه person؟ يعني شخص. يعني شخص. امال يعني ايه thing؟ يعني شيء. يعني ايه place؟ يعني مكان. يعني ايه place؟ يعني مكان. يعني ايه animal؟ يعني حيوان. يبقى كل دول لو شفت حاجه منهم يبقى ده ايه؟ يبقى ده ناون اسم. يبقى تاني قولوها كده معايا لما انا هقولها مره الاول لوحدي وكده قولوها معايا. الاسم عندي متقسم لاربع حاجات. الاسم عندي متقسم لاربع حاجات. ايه بقى هما؟ person, thing, place, animal. person, thing, place, animal. يعني ايه person؟ شخص. يعني ايه person؟ شخص. يعني ايه thing؟ شيء. يعني ايه place؟ مكان. يعني ايه animal؟ حيوان. تعالوا ناخد example كده. person ده زي مين؟ لو قلت girl يعني بنت يبقى ده person. والبيرسون ايه؟ noun. والبيرسون عباره عن ايه؟ noun. عباره عن اسم في الانجليش. boy noun. احمد noun. فاطمه noun. يبقى اي حاجه بتدل على person تبقى ايه؟ noun. تبقى اسم. تبقى ايه؟ تبقى اسم. طيب لو قلت مثلث thing يعني شيء. thing يعني ايه؟ شيء. لو قلت pen ده عباره عن ايه؟ عن شيء. عباره عن شيء. person عباره عن شيء. والشيء ده تبع مين؟ تبع الناون. تبع الاسم. تبع الاسم. طب البنسل برضو thing. والثينج عباره عن ايه؟ ناون. طب جار يعني برطمان ده عباره عن thing. والثينج بيجي تبع مين؟ تبع الناون. تبع ايه؟ تبع الناون. ديسك برضو الديسك اللي بنقعد عليه ده شيء. والشيء ده عباره عن ايه؟ عباره عن ناون. طب تعالوا نشوف بقى اكزامبل للبليس. يعني ايه بليس؟ مكان. يعني ايه بليس؟ مكان. زي ايه؟ hospital, zoo, home, bank. كل دول عباره عن ايه يا حمزه؟ عباره عن بليس. عباره عن مكان. والبليس تبع مين؟ تبع الناون. البليس تبع مين؟ تبع الناون. اوكي؟ طيب بعد كده عندي الانيمال. بعد كده عندي الانيمال. يعني الانيمال ده الاكزامبل بتاعه مين؟ ها؟ horse, dog, monkey, bee, fish. كل دول تبع مين؟ تبع الانيمال. وكل دول تبع مين في الاخر؟ ناون. تبع مين؟ ناون. يبقى الاسم عندي متقسم لاربع حاجات. person, thing, place,